هو الراجل مع ولا ضد شغل الست؟ هتسمعوا العجب مني دلوقتي. اولا في رجاله ضد شغل الستات نهائي. سالت واحد منهم قال لي ان الست اللي بتشتغل بتشوف نفسها على جوزها والفلوس بتقويها، تبقى مش في احتياج ليه، لانها بتحتاج لجوزها ماديا وعلشان يحسسها بالامان. اما لما بتشتغل بتلاقي الفلوس والامان في الشغل. وقال لي كمان حاجه غريبه قوي، واللي حواليها بقى اللي عايز يرقيها واللي بيبص لها بصه مش هي، وده مش كل الناس يا حاج، في شغل في ناس محترمه. وقال لي بقى كلمه غريبه وضحكت بصراحه، يوم ما عاوز اخرج مع مراتي الاقيها بتقول لي استنى اخد اذن المدير. يا نهار اسود، يعني بتستاذن من حد غيري؟ شوفوا الدماغ رايحه لفين. في رجاله بقى مع شغل الست جدا، بس في ناس تانية انت عارفاهم وانا عارفاهم ضغط عليه انه يرفض. بين قوسين سامعه يا حماتي؟ حد تاني بقى بيخوفه من شغلها وقاعد فوق ودانه، ده بقى بيبقى بين نارين، يوافق ويعيشوا كويسين ويساعدوا بعض في المعيشه والحياه، ولا يرفض ويفضل طول عمره خايف من رد الفعل. هتقولي لي رد فعل مين؟ هقول لك رد فعل الزوجه من طلبات مش بتتجاب بسبب ضيق المعيشه، ورد فعل الناس اللي قاعده على ودانه لا يلوموه ويقطموه بالكلام. في بقى رجاله بتتجوز واحده بتشتغل وبيبقى ده شرطها الوحيد علشان تتجوزه، وانها مش هتقعد في البيت وهو بيبقى موافق، وده ما بيشتكيش وهو وفر مصاريفها الشخصيه واتشالت من عليه. اللي عاوز اقوله في الاخر ان كل راجل بيتصرف على حسب دماغه وتفكيره، وبيشوف الصالح لبيته ومراته وولاده. بس اليومين دول فكر كويس يا ابني، انا بقول لك اهو، البيت والعيال والتربيه عايزه تقلها فلوس. قولي لي بقى في الكومنتات، طلبتي من جوزك انك تشتغلي قبل كده؟ وافق ولا رفض؟ وكانت ايه اسبابه؟